السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ قبل ما نبتدي الفيديو هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض صينية لحمة بالبطاطس، لحمة ضاني. دي البطاطس اهي، دي الطماطم، بصل، جزر، توم. دي اللحمة اهي حطها تتسوي اهيتي. وبعد اهي البطاطس بقى نحطها بقى كله مع بعضه بقى. اللحمة استوت نحط البصل كله. نحب نعمل ني في ني عشان ايه؟ دي حاجات تبقى حلوة على للمعدة. كله ني في ني، ما بتتلهلبش على الصدر. اللي عنده بيعمل دايت ياكل منها، كل حاجة التعبان ياكل منها، اللي عنده السكر ياكل منه. أكل ني في ني، ما فيش حاجة فيه جنب تسبيكة ولا أي حاجة، كلها ني في ني. ما شاء الله بقى زي العسل الأكل أهو. نحط شوية زيت، نحط بقى دي فلفل، بطاطس، لحم، بطاطس، فلفل، جزر، بصل، توم. البهارات دي ملح وسكر، شوية ملح وشوية سكر اهو. ده شوية ملح وشوية سكر. وبعد كده هنحط البهارات بقى اهو. دي فصان حبهان، 3 فصوص حبهان اهمتي. ومرقة دجاج حطها برضو. وهنحط ودي بابريكا. وهنحط بقى البهارات، كمون، فلفل، 7 بهارات على الكمون. توابل لحمة، تتبيلة لحمة، بهارات، كزبرة، كل دي في التتبيلة والله. المهم كده بقى نسيبها تقلب وتتسبك براحتها. وبعد كده هنقوم حاطينها في صينية وحاطينها ان شاء الله في الفرن لما تتسبك وتستوي. ونقوم حاطينها في الفرن تتحمر بقى. دي لحمة ضاني، يعني لحمة غنم. اه دي لحمة ضاني يعني لحمة غنم. في البطاطس هيتي ما تبقاش حلوة الا في البطاطس لحمة الغنم. وهنعمل بقى دي خلاص بقى هنحطها بقى الفرن حامي. هنحطها في الفرن بقى وهنقوم حاطين هنعمل بقى ان شاء الله بعد منها بقى رز حبة حباية حباية. رز هنحمر الرز شوية شوية، نحمرهم وشوية ابيض. هي حبة وحبة. ده ده البطاطس هي خلاص كده هتتحط تتحمر وخلاص بقى. الفرن حامي وكده. يعني حطيت الزيت على البوتاجاز اهو. وده الرز اهو بحطه بقى عشان احمر الرز من احمر الرز اهو كده احمره. وبعد كده بقى احط الرز ده ما يحمر. احط شويه الرز البود، واحط له ملح بقى وميته، واسيبه بقى يتلدن براحته بقى. والبطاطس في الفرن واللحم. اما يخلص بقى كله ده بالفيديو هنوريلكوا بقى كله بالتدريج اهو. كله الطبق ني في ني، ما فيش فيه حاجه. مواد حافظه ما شاء الله. دي الملح اهوتي للملح الرز. وبحمر الرز اهوت كل شويه بعملهولكوا بالتدريج اهو، شويه بشويه. مره اهوت لسه قايم يحمر اهوت. يا حلاوتك يا جمالك يا حاج، ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشوفوا الفيديو للاخر كده وتعليقات بقى تعليقات. دي البطاطس اهي في الفرن اهي قربت تخلص. والرز برضو هنخلص وهيخلص برضو وهنوريكم برضو الرز ايواتي قرب يخلص اهو برضو. فصان حبهان عشان يدي طعم حلو كده. انا بحط له مرق الدجاج، بس انا ما مش عاوزه احط المضاد ده مرق الدجاج. بحط له مرق الدجاج وبحط له كركم كركم. بس ما رضيتش احط النهارده، قلت يبقى اصفر لوحده كده طبيعي ما فيش فيه اي حاجه. دي صفاره طبيعي ان شاء الله كده من غير اي حاجه. ايوه الرز اتحمر اهوت. بحط الرز الابيض اهوت حبه وحبه اهوت، حبايه حبايه، حبايه وحبايه، حبايه متحمره حبايه بيضه اهو. هنحط له بقى ميته ونسيبه بقى يتلدن مع بعض مع نفسه بقى على البوتاجاز. وكده تمام كده. وده الفيديو بقى قرب ينتهي. متنسوش بقى يا حبايبي تشتركوا في القناة وتتفعلوا الجرس عشان القناة تتفعل كده. اشتركوا في القناة عشان تتفعل يا حبايبي كده. الرز المية بتاع الرز اهي خلاص كده. ونغطيه بقى ونسيبه يتردن بقى شويه ما ينشف. نقوم حاطين له الشيطه تحته ونهدي عليه ونسيبه. بس هو ما يتهداش عليها الا ما يقلب. اما الرز يقلب يتهدى عليه اهو. دي اللحمه اهي خلص بالبطاطس. دي لحمه ضاني بالبطاطس دي الصينيه اهي. هنعمل بقى هوريكم الرز برضو
ايواتي كده الفيديو خلاص كده قرب ينتهي، واشوفكم بقى في فيديو اخر ان شاء الله. بترككم في رعاية الله وامنه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع الف سلامة يا حبايبي، باي باي، الى اللقاء، مع السلامة.